خلينا النهارده نتكلم في افضل واسهل تطبيقات تقدر تعمل بيها مونتاج من الموبايل بكل احترافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. خلينا النهارده بدون اي مقدمات نتكلم في افضل تطبيقات تقدر تعمل بيها مونتاج من الموبايل بشكل احترافي، وده طبعا بعد ما راجعت او جربت على حوالي من 10 ل 15 تطبيق مثلا من جوه المتجر ومن بره المتجر، علشان اعرف افضل مميزات تقدر تستخدمها بحيث يكون عندك امكانيه انك تعمل شغل من الموبايل بشكل محترم جدا. قبل ما نكمل الحلقه ما تنساش تدوس على زرار السبسكرايب اللي عندك هنا اهو. والمفروض ان الحلقه الجايه من صناعه المحتوى هتكون عن طرق الحصول على ماتيريال مجانيه، سواء فيديو او صور او موسيقى بدون حقوق ملكيه طبعا، وغيرها من اي ماتيريال انت محتاجها علشان الفيديو بتاعك. فقول لي في التعليقات لو عايزنا نتكلم فعلا عن الموضوع ده، ولا في موضوع اهم بالنسبه لك تحب نتكلم عنه. وبعتذر طبعا عن الصوت لان المفروض ان انا تعبان، لكن هو انا قررت ان انا اسجل حلقه لان في ناس كتير سالتني عن افضل تطبيقات لعمل مونتاج من الموبايل، وعلشان كده الموضوع استقر معانا وداق لحد ما وصل على تطبيقين، تطبيق VN وتطبيق فايتا او فيتا. المهم يا سيدي الشاشه دلوقتي هتتقسم نصين ما بين الVN وبين الفايتا، وهنقول على ميزه كل واحد، ولو موجوده بشكل تاني في التاني هنقول عليها برضو، بحيث انه في النهايه تقدر تعرف ايه المميزات اللي تفيدك او تهمك، بحيث تقرر تستخدم التطبيق اللي فيه المميزات دي. وفي الاخر هقول على الحاجات المشتركه ما بينهم وانهي واحد انا بفضله اكتر. اول تطبيق هنبدا بيه هو تطبيق VN. تطبيق VN من اول ما بتدخل عليه اول حاجه بتاخد بالك منها وبتلاحظها وعجباني جدا، انه بيجيب لك التايم لاين كله فوق بعضه زي الادوبي بريمير بالظبط، يعني بيكون قدامك كل شيء، بحيث لو انت مثلا اخترت اكتر من حاجه او اخترت اكتر من ماتيريال على مدى كل اللايرز اللي موجوده عندك، فيبقى كل حاجه ظاهره قدامك علشان تبقى عارف ان كل حاجه انت جبتها ولا في حاجه واقعه منك، في حاجه انت ناسيها. على الناحيه الثانيه بقى في فايتا الموضوع مختلف شويه، في النهايه بيكون عندك هو كله عباره عن لاير والحاجات الثانيه متراكبه فوقيه. يعني لو انت مثلا ظاهر قدامك الفيديو وظاهر قدامك النص، هتلاقي النص عباره عن شريط صغير كده موجود فوق، فانت علشان تفتح النص بتدوس على علامه التكست فيفتح معاك التايم لاين او اللاير بتاع النص. لكن حسيت انها مش عمليه قوي، لان هو كده كده واخد جزء فوق من الشاشه علشان يعرض لك الفيديو بتاعك بعد وقبل التاثيرات، فبصراحه انا حاسس ان دي نقطه بتروح لVN. على الناحيه الثانيه بقى في فايتا، لو انت عندك مشكله في الصوت انك بعد ما سجلت لقيت الصوت واطي شويه، المايك ما كانش متوصل لا قدر الله والصوت طالع مش واضح قوي، فانت عايز تعليه، فانت بتلاقي في فايتا امكانيه انك تدوس على علامه الفوليوم، ومن الفوليوم بتقدر تعلي الصوت لحد 200%. انك تدوس على ابلاي تو اول اللي هو يطبق نفس التاثير ده او التغيير اللي انت عملته في الصوت على كل اللايرز، لو اللايرز الثانيه فيها مثلا اصوات ساوند افكتس او حاجه زي كده. وطبعا لما تعلي صوتك ممكن ينتج عنه ان الصوت هيكون اوطى عشان تعدل على اي مشكله في ضعف الصوت. فانا شايف بصراحه ان دي نقطه بتروح لفايتا. على الناحيه الثانيه بقى في VN، واحده من المميزات العظيمه جدا لما انت بتختار ترانزيشن معين او انتقال معين ما بين اللقطات، هو بيقول لك انت عايز مده الترانزيشن ده تكون قد ايه، وطبعا هو بيوسطنها ما بين التراكين او بين المقطعين اللي انت عامل القص ما بينهم او عايز تحط الترانزيشن ما بينهم، فبالتالي حاجه زي كده حسيت ان هي تكون عمليه اكتر في VN، وشفت ان دي نقطه تروح لVN بصراحه. على الناحيه الثانيه بقى في فايتا في اوبشن موجود عاجبني جدا، وهو شبه الاوبشن الموجود بشكل احترافي في بريمير برو، وهو عايز القطع فين بالظبط. يعني ما بتعملش مجرد سبليت ما بين مقطعين، انت تقدر تقف في مكان معين وتختار عايز القطع يكون من البدايه لحد هنا ولا يكون من هنا للنهايه. بيبقى عندك هنا في حاجه اسمها until now يعني لحد هنا، او انك تدوس from now يعني يقطع من اول ما انت واقف لحد نهايه الفيديو. فدي موجوده في بريمير باختصار معين ولذيذه جدا وعمليه بشكل كبير، فعلشان كده دي نقطه عبقريه جدا تروح لفايتا. VN في ميزه حلوه وهي سهوله انك ترتب الماتيريال في التايم لاين. يعني انت دلوقتي لو جيت على اي فيديو مثلا في التراك اللي هو التراك الرئيسي الاول وبعدين اخترته، فتقدر بسهوله انك تجيب للاخر خالص، بيكون في عندك حاجه اسمها فورورد بحيث انه يرفعه لك للتايم لاين اللي فوقه، التراك اللي اعلى منه، او تدوس على باكورد بحيث انه يرجعه لك في المكان اللي كان موجود فيه. وكمان في ميزه حلوه انك تقدر تعمل عكس للصوره بشكل افقي اللي هو الفليب او بشكل راسي اللي هو الميرور، فبالتالي دي ميزه عجباني جدا وتروح برضو لVN. على الناحيه الثانيه بقى في ميزه موجوده في فايتا ودي بلا منازع هو متفوق فيها جدا، وهي الترانزيشنز والتاثيرات. انت عندك فيه هنا كميه ترانزيشنز وتاثيرات مش طبيعيه تقدر تضيفها على اي فيديو موجود عندك، طبعا بتحتاج انك تضغط عليه علشان تتحمل، لكن بتتحمل بشكل مجاني بدون اي مشكله. في كميه ترانزيشنز وانتقالات واشكال وافكتات بصوره مش طبيعيه، فبالتالي دي طبعا ميزه قويه جدا هتروح لفايتا. على الناحيه الثانيه بقى VN في حته لذيذه جدا، وهي لو انت مثلا بتصور بالموبايل، لو موبايلك كاميرته عاليه جدا وبتصور اعلان مثلا بالموبايل وعايز في مكان معين او لقطه معينه تعمل لها فيس كده او تثبت عليها الصوره علشان الناس تشوفها او تركز فيها بشكل كويس، لو هي مثلا مدخل لمكان انت مصوره الاعلان او حاجه زي كده، ففي هنا فريز فريم.
فريز فريم اللي هو باختصار بياخد سكرين شوت كده ويحطها لك في نفس المكان بتاعها بالظبط في الفيديو، لانك مش هتحتاج بقى انك تاخد سكرين شوت وبعدين تفضل تعدل فيها، وشبيهه باللي موجوده في بريمير برو اللي هي انك تاخد سكرين شوت من الفيديو نفسه بشكل مباشر. دلوقتي بقى لو انت بتصور محتوى مثلا ليوتيوب او حاجه زي كده وعايز ماتيريال تظهر جنبك وانت بتتكلم وتقدر تتحكم فيها علشان تاخد جزء معين من الصوره، تقدر تعمل لها ماسك زي بريمير برو مفيش اي مشكله. لكن المرونه في حاجه زي كده موجوده اكتر فعلا في فايتا. يعني انت لو جيت على فايتا واخترت بي وبعدين اخترت اي فيديو مثلا وهو حمل، بتقدر ببساطه انك تتحكم في الفيديو ابعاده، بيبقى في عندك اسهم كده تقدر تعملها بحيث لو عايز تقص حته من الفيديو مثلا زي الكروب في ادوبي بريمير برو، او تصغر او تكبر بحيث انك تنقلها في مكان معين بشكل مناسب، وتقدر تديها طبعا ترانزيشنز وانتقالات. فدي نقطه هتروح لفايتا. طبعا لما تيجي تختار انك تكتب اي تكست او تضيف اي تكست في الفايتا بتلاقي في عندك كميه اوبشنز مش طبيعيه. بتلاقيه مثلا جايب لك اشكال الفونتس اللي تقدر تستخدمها، تقدر كمان انك تتحكم في الانيميشنز، وفي كميه انيميشنز مش طبيعيه، الفيد ان والفيد اوت واللوب او الدايره المفرغه. فنقدر نقول انه في جزء انك تلعب فيه ظهور واختفاء وشكل وستايل النصوص اللي عندك. دي نقطة عبقرية جدا هتروح لفايتا. في الاثنين موجود فيهم افكتس اللي هي المؤثرات الصوتية، لو انت عايز مثلا صوت كاميرا، صوت مثلا كرتون، صوت حركة سريعة، اي صوت تستخدمه مع ماتيريال هتظهر على الجنب سواء صورة او فيديو او حاجة زي كده، هي موجودة في الاثنين. لكن نقدر نقول فعليا حاليا يعني ان في تصنيفات اكتر بكتير موجوده في في ان. وكده نكون خلصنا المميزات اللي بتفرق كل واحد عن التاني علشان تقدر تقرر ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وبناء عليها تقرر هتستخدم انهي تطبيق منهم. بس خلينا بقى نقول على الحاجات المشتركه ما بين الاثنين، وعندك 3 حاجات مشتركه واساسيه ومهمه جدا. اول حاجه ان الاثنين فيهم ازاله الكروما، لكن طبعا عشان تعمل حاجه زي كده لازم الفيديو بتاعك ده يكون في تراك 2 او اعلى، يعني ما يكونش في الباك جراوند. الاوبشن نفسه مش هيظهر عندك طول ما الفيديو اللي انت عايز تفرغ منه موجود في تراك 1، لازم يكون في تراك 2، يعني لازم يكون في خلفيه وراه. ميزه كمان موجوده ومشتركه ما بين الاثنين، وهي امكانيه انك تقدر تعمل بيتس علشان تقدر تزامن ما بين الموسيقى والصور اللي ظاهره قدامك او الفيديو اللي ظاهر قدامك في حركات معينه. يعني مثلا لو في صوت تسقيفه فانت عايز مثلا توازن ما بينه وما بين اعلان ان واحد بيفتح عربيه وبعدين بيقفل عربيه وبعدين بينزل، حاجات زي كده اللي هي المزامنه ما بين الصوت والفيديو. فالاثنين فيهم امكانيه انك تقدر تعمل بيتس، فانت تقدر ببساطه انك تضيف تراك الصوت عادي جدا، وبعدين لو انت في فايتا بتروح على مارك، لو انت في في ان بتروح على بيتس علشان تعلم الاماكن زي ما قلنا اللي فيها السقف مثلا. وطبعا ما بين الامكانيات المشتركه ما بين الاثنين انك تقدر تعدل على الالوان من خلال الفلتر، او انك تقدر تدخل وتلعب في كل حاجه لوحدها، يعني ادجستمنت، شاربنس، كونتراست، زي ما انت عاوز. اما اخيرا بقى واهم شيء وهو التصدير، الفيديوهات اللي هتخرج من التطبيق بعد ما تعمل فيه المونتاج. دلوقتي انت عندك في في ان تقدر تصدر لحد 4K ولحد 60 فريم في الثانيه، فبالتالي انت لو الموبايل بتاعك بيدعم ال 4K وعامل مثلا اعلان قوي جدا وهيبقى فيه سلو موشن وكلام من ده، فبالتالي في ان هيكون مناسب معاك جدا في حاجه زي كده علشان يطلع جوده التصوير والسموث او السلاسه في الفيديو اللي انت بتطلعه بشكل كويس جدا، على عكس فايتا للاسف اللي هو اخره 1080 ومفيش اصلا اوبشن للفريم في الثانيه. فانا مش عارف هو بيطلعها، ممكن يكون بيطلعها على الستاندرد اللي هو 2.9.97 تقريبا. وفي النهايه رغم انه يظهر ان مميزات تطبيق فايتا اكتر من تطبيق في ان، الا ان واجهه في ان هي يعتبر اقرب واجهه لحاجه زي ادوبي بريمير برو زي ما قلنا. ده غير ان هو برضو بيكون عملي في موضوع التصدير، بحيث انك المهم عندك ان الماتيريال لما تخرج في النهايه تكون خارجه بافضل شكل ممكن. ودي حاجه الحقيقه ما نستغربلهاش، لانك لما بتدخل على تطبيق في ان بتلاقيه في الواجهه كده على طول بيقول لك لو عايز تحمل نسخه في ان للماك. يعني ظاهر ان في ان واخد الموضوع بجد شويه وبيتعامل مع الموضوع باحترافيه اكتر بكتير. لكن في النهايه طبعا انت تقدر تستخدم التطبيق اللي يكون فيه المميزات اللي انت محتاجها، ولو امكانيات موبايلك تسمح انك تشيل التطبيقين تقدر تستخدم التطبيقين وبس كده. دي كانت نهايه الحلقه، وان شاء الله ربنا يشفينا الحلقه اللي جايه وما يكونش فيه اي مشكله في الصوت او في غيره. نلقاكم على خير.